جيد من جو المغاربة، بحيث أنا جيت من، إذا كان يقصد به من جيتي فين كنت أنا، يعني المنشأ ديالي أنا ابن مدينة تيزنيت قلبا وقالبا وروحا كذلك. فقريت في تيزنيت، ثم انتقلت إلى تارودانت، ثم انتقلت إلى فاس، ثم إلى الرباط، ثم إلى فرنسا. مسار طويل ما بين سنة 54 حتى سنة 70، مسار طويل وشاق ومفيد كذلك، فيه النشوة ديال واحد المزيج بين تأثيرات الروح الوطنية، باعتبار أن مرحلة انتقالية، الخروج من الاستعمار ودخول في مرحلة استقلال المغرب، وما تبع ذلك من أفراح، وفي نفس الوقت من آمال، وكذلك من طموح لدى الجامعة. يعني الإنسان يشعر بأن هناك ينتمي إلى عائلة كبيرة، عائلة المجتمع المغربي، متنوعة ومتعددة ومشجعة على كل ما هو إيجابي، ومع كل ما هو قيمي، وكل ما هو وطني. فلذلك المنشأ وظروف المنشأ والتطورات من المنشأ والمسار الدراسي صحيح بأن له تأثير على حياة الإنسان وعلى مشروعه المجتمعي، وله تأثير كذلك على التزاماته تجاه كل من يحيط به، انطلاقا من محيطه العائلي، ومحيطه المجتمعي، ومحيطه المجالي والبيئي، وكل ما يتعلق بحياة الإنسان. وأعتبر هذا جزء من مكونات شخصية الإنسان المغربي المسؤول والواعي بعلاقة بين المنشأ والتطور والواجبات والالتزامات التي تتجدد يوميا أمامه من أجل بناء وطن أفضل وأحسن ومندمج في قالب التطورات السريعة التي يعرفها العالم. كيفاش وليت محامي؟ كيفاش ولا صبحوا واحد العدد الناس اللي عندهم قناعات برسالة المحاماة، كيفاش ولاو محامين، بحيث هو اختيار جاد ومؤكد، ليس بمجرد الصدفة ولا بمجرد طلب لقمة العيش، بل هي قناعة، لأن الجامعة تعلمنا كيف نندمج في المجتمع، كيف نتحول من طالب تلقن معلومات في المجال الذي اختاره للتعلم فيه، حقوق، تاريخ، فلسفة، طب، التكنولوجيا إلى آخره، ولكن حامل شهادة تشهد بأنك مؤهل في مادة التخصص ديالك لا يكفي وحده. وهذا دور الجامعة، أنها في نفس الوقت تؤهلك عبر مسارك الجامعي أن تندمج وتأخذ مكانك في المجتمع، لكي تلتحق بمن سبقوك للرفع من شأن هذا المجتمع وتمكينه بما تعلمت، بمعارفك. هذا هو الفترة الانتقالية بين مرحلة الدراسة الجامعية والانتماء إلى المجتمع من خلال مهنة أو حرفة أو مسؤولية أو وظيفة إلى آخره. فلذلك فانتماء ديالي لمهنة المحاماة عن قناعة، لأنني من خلال استفادته من أنشطة الجامعة ومن تكوينات الجامعة، وبالخصوص الأنشطة الإعدادية للاندماج التي تعلمناها على يد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب آنذاك، تهيئنا بالفعل باش نتحملوا المسؤولية داخل المجتمع، وتسلحنا بإيمان قوي وبمبادئ لا تزعزع وبقيم نعرف جيدا على أنها
غير مستقرة، وبأن المجتمع ديالنا محتاج إلى مجهود وصبر باش يخرج من المرحلة التي يتواجد فيها غياب الديمقراطية، غياب الحرية، غياب استقلال الرأي، غياب الكرامة في حد ذاتها. فوجدنا أنفسنا في هذا الحقل. فالمحاماة هي رسالة لإعطاء إمكانية للتعريف بهذه المبادئ، لجعل هذه المبادئ ضمن أسس التنمية الحقيقية في المجتمع. لذلك كيف يعني وليت محامي من هذه القناعات، وبدأت في يعني مساري منذ سنة 1969 كمحامي متمرن، وما زلت متمرن إلى الآن، لأن المجتمع بتعقيداته وإشكالياته وتوازناته وانضباطه هو الذي يجعلك تتمرن كل يوم، لأنك كل يوم داز كتشعر بشيء جديد. وهذا هو السر المحاماة. لا تعرف الروتين ولا تعرف الإحباط، بل أنك تدفعك أن تبذل مجهودا أكثر، لأن هناك تحديات في علاقات الأشخاص فيما بينهم، في علاقات الأشخاص مع المجتمع، في علاقات الأشخاص مع الدولة والإدارة، في علاقات الدولة مع مواطنيها. كل المحاماة هي مجال واسع وشاسع يشتغل فيه المؤهلون للأدوار الدقيقة والخطيرة التي يعرفها المجتمع في واختيار الطرق الملائمة لمواجهتها أمام القضاء، أمام الإدارة، أمام الدولة بأجهزتها، وأمام المجتمع بتعقيداته ومشاكله وتقاليده وأعرافه وما هو موجود. وبالتالي المحامي يجب عليه أن يعرف هذا كله، ويعرف كيف يحاول تسريع مسار التحول، مما يتطلب منه أن يراعي طبعا يعرف موازين القوى كيف تمشي في البلاد وكيف تتحول وكيف تتغير، القوى الضاغطة وكذا، ومصلحة العامة ومصلحة المجتمع والوضع الحقيقي لطبقات مقهورة داخل المجتمع. وهذا المحاماة هي مدرسة مستمرة، لذلك تسمى رسالة دائمة ومستمرة تنهض وتقوم وتواجه وتناضل صباح مساء. الناس يبانون اليوم أن المحامي فقط أمام المحكمة، صحيح أمام المحكمة لأن هذاك هو محل ديال العدل البحث عنه، ولكن المحامي كذلك في السلوك، في القدوة، في الأخلاق، في التضحية، في التضامن، في تقديم اليد المساعدة. أن يكون الإنسان اختيار المحامي أن تكون مقتنعا بأن قطعت مع مصالحك الشخصية وانخرطت في مجال يلزمك بالدفاع عن مصالح الآخرين بكل ما تؤتيه من قوة من أجل تحقيق العدل وإنصاف المظلومين. هي المحاماة التي اخترتها وما زلت أشتغل فيها بكل افتخار وبكل ما تبقى لي من قواي الصحية والجسدية والعقلية. محاماة اليوم طبعا يعني يمكن نقول بأنها ممكن أن تستوعب كل القادمين والقاصدين إليها، ولكن بشرط أن يكون القصد شريفا، وأن لا يكون القصد من أجل مقاتلة ومن أجل غير التجربة ومن أجل محاربة البطالة. أن يكون شريفا، وأن يكون مقرونا بالعزيمة القوية، وأن يقرن بالقناعة في مشروع مجتمعي يسعى إلى العدل وتحقيق العدل بمفهوم العدل. لا أقول حتى لا أخرج إلى اصطلاحات سياسية معينة، قول العدل والإنصاف. القاضي هو الذي يحدد الإنصاف، والمحامي يهيئ فضاء للعدل، فرق كبير. فلذلك كيفما كان التقدم والمستوى الاقتصادي والاجتماعي، فالمحاماة دائما قلب نابض داخل المجتمع باستمرار. ولذلك لا يخيفني العدد
أو المطلوب يكون المغرب اليوم 40 مليون نسمة في المغرب أو ما يقارب ذلك، فقادر على استيعاب آلاف من المحامين. الشرط أن يكونوا حاملين لهذه الرسالة، وشرط أن توفر لمواطنين حق التمتع بحق الدفاع، حق ممارسة حق الدفاع على يد مؤهل وهم المحامون. فأما أن نحاول تهميش المحاماة أو إطلاق صور نمطية عليها بأنها مهنة من لا مهنة له، فهذا يعني ممارسة الهدف منها هو إخلاء المجتمع من نبضه ووقف نبض المجتمع. فإذا كانت الآن أوضاع واحد عدد المؤسسات اللي كتلعب دور داخل المجتمع المدني عرفت نوع من البطء، وعرفت من نوع من التراجع، وعرفت من نوع من الإحباط أو استقلالية فقط، فإن المحاماة لا يمكن لها أن تكون محاماة إلا بالحفاظ على استقلاليتها، إلا بإيمانها، إلا بدعم إيمانها كرسالة إنسانية تبقى دائمة بجانب الإنسان بغض النظر عن لونه أو عقيدته أو سنه أو كذا، بحيث لذلك ليس فقط يقال أنها رسالة من منطق أدبي، ولكنها حقيقة، إنه لا يعرف ولا يلامس هذا إلا من باشرها ولامسها، خصوصا في الظروف الصعبة. فلذلك المحامون اليوم في المغرب كيف ما كان عددهم راهم إمكانيات العمل المجتمع محتاج لهم بقوة، ويجب مراجعة أساليب العمل. يجب على الدولة أن تفهم بأن الدستور اليوم ديال 2011 يؤمن للمواطنين الأمن القانوني والأمن القضائي. من يمارس أو يساهم في تحقيق هذا الأمن في مقدمة ذلك هم المحامون. لا يمكن للأجهزة وحدها، أجهزة الدولة التي تحمل مشروعية التتبع والتقصي والاستقصاء والعنف في بعض الأحيان لا تملك شرعية يعني ممارسة العدالة أو تنزيل العدالة، هي شيء مستقل. الجهاز القضائي له أن يعرف بأن الآمال المغاربة كله ملقاة على المغاربة. ما زال الآن يقولوا أنا بالله وبالشرع، هذا عميق تعبير مغربي. فبالتالي هناك حاجة إلى المزيد من العمل لبناء دولة الحق والقانون، لبناء دولة ديمقراطية، لجعل الإنسان المغربي يستشعر بأنه حر حقيقي في رأيه في تصرفاته، وبأنه كريم تحترم كرامته بشكل ملخص جدا، بأنه مواطن يستمتع بمواطنته، له مستوى معين من المواطنة تجعله يشعر بأنه بالفعل محمي في دولة تؤمنه القانون وتدونه العدل وتسمع لصوته، وأن تكون لديه القناعة أو القوة لفهم الآخرين. متى لا يبقى الإنسان يعني يتصارع مع نفسه بحال دون كيشوت بواحد الشكل اللي تنظر فيه في الفراغ. له دورة المحاماة هي دورة القيادة، دورة القدوة. فلذلك لابد أن نفهم بأن ما يحاط اليوم بمهنة المحاماة وما يقال عنها من بالخصوص ملي كتسمع هادشي من مسؤولين كبار من وزراء، مع الأسف يعني نسمعوا أشياء غير صحيحة وغير حقيقية، ولكن في آخر المطاف ليس لك من الفرض أن تقتنع بأن هناك من يريد لهذه المهنة أن تتراجع، ولكن قدرتها ووظيفتها المجتمعية تجعلها دائما في المقدمة ولا يمكن لها أن تتراجع. ولا بصفة مختصرة يمكن أن أقول لك عن المحاماة. كمحامي هي الصفة تجعلك في موقع أو في مركز قانوني تتمتع بإمكانيات وإن كانت محدودة ولكنها موجودة قانونا، لا في القانون من ضمن مهنة المحاماة ولا في النظام القضائي المغربي، أنك تتمتع بالاستقلال وبالحرية وملتزم بالنزاهة وبقيم
الواردة في القانون من ضمن مهنة المحاماة يعني تؤهلك خلاف غيرك أن تقوم بأدوار يجب عليك أن تقوم بها، وما تتطلب ذلك من نكران الذات، من الشجاعة، من التسلح بالموضوعية الكبيرة ومصدر الموضوعية ومعرفة بالقانون، معرفة بالأوضاع البلاد، معرفة بالمبادئ العامة الأساسية، وكذلك القدرة على المفاوضة وعلى المشاركة في بناء العدل، لأن العدل هو انتصار هذا على هذا. محامي لا يشتغل عند أحد، هو مستقل ويدافع عن مصالح الناس ولا يدافع عن الأشخاص. أشخاص هو النفس، هو النزوات، هو ما يريده الشخص. محامي لا يتابع الشخص، هو يبحث له عن مصلحته، ولذلك فهو له دور وقائي من خلال النصيحة التي يقدم بها إرشاد المواطنين، وله دور المساهمة في صنع العدالة بجانب القاضي في المحكمة، له دور القضائي، ثم له دور إجرائي متعلق بمساعدة المواطنين في علاقتهم مع الإدارة وإعداد الملفات والوثائق إلى آخره. فلذلك هي فيها الجانب التقني وجانب العلمي القانوني المعرفي إلى آخره، وجانب كذا تحليل هذه المهام تجد فيها السياسة مباشرة. حتى لا نتكلم عن السياسة من مفهوم الانتماء إلى الحزب والمشاركة في الانتخابات والبحث عن دفع المنظور كالمجتمعية ومشاركة المجتمع ليكون في المقدمة. لا، يعني مهمة المحامي فيها السياسة، بغينا وما بغيناش، لأنها تقودك إلى التوازنات، إلى معرفة يكون لك علم يقين ببناء التوازنات وبناء التفاوض، وكذلك تقدير موازين القوى والحفاظ على مصلحة البلاد والمصلحة العليا للوطن هي التي تحكم بالدرجة الأولى، لا تغامر بمصلحة البلاد. فالحقوقي في علاقته مع المحاماة نفس الشيء. الحقوقي هو يجعلك تطمئن بأنك لا تسعى ولا تطلب من جهة، بأنك تدافع عن الحقوق والمبادئ التي مصدرها البلد، أخلاق البلاد ومصدرها قواعد وأعراف البلاد ومعتقدات البلاد الأصيلة. لذلك من يريد أن يبعد مثلا العقيدة الإسلامية وعقائد كلها في يعني النظرة الحقوقية، فهو في اعتقادي يجد نفسه في المبالغة. فنفس الشيء بالنسبة لعلاقة الحقوقي بممارسة مهنة المحاماة. فمحامي يكون مسلحا بالقانون بالدرجة الأولى، بالمبادئ والقواعد العامة وفلسفة القانون وفلسفة الحق ونظرية الحق. كله كيتقرا في كلية الحقوق بشكل عميق، ولكن كذلك يسعى إلى اكتساب ملكة قانونية، بمعنى أنه يكون لديه ميكانيزم ديال القانون، وهذا الذي يجعله يعتمد أساسا في عمله على الحقوق، عمل الحقوق. هناك الجانب الحركي للحقوق، والمحامي يمارس هذا ليس بالضرورة أن يكون في جمعية حقوقية. الجمعية والهيئة ديالو لها صبغة جمع منظمة أو هيئة حقوقية بطبيعتها تدافع عن الحقوق. ثم له كذلك مصادر أساسية اللي هو الدستور أساسا، وعندها مصادر قوية كذلك اللي تجي بعد الدستور والاتفاقيات الدولية اللي صدق عليها المغرب، ثم ما تعارف عليه الناس، ثم مصلحة البلاد وتطور الإنسان، حق الإنسان في التطور، حق الجيل أن يعيش شبابه وأن يعيش يعني حقبته من الزمان وحضارة حقبته وكذا. هذه كلها حقوق، كلها حقوق. ما يمكنش الواحد يجي يقول لا احنا كنتميو الى كذا لا نخليو سميتو. هناك حضارة، والحضارة نحن جزء من هذه الحضارة الإنسانية، ونصيبنا كمغاربة، كمزيغ، كعرب، كمسلمين، كيهود، كنصارى، كذا، كلنا لنا نصيبنا في هذا المجتمع الحقوقي اللي هو القلب النابض
لكل من يمارس مجال الحقوق. لذلك المحاماة هي الممارسة لتفعيل الحقوق وتنزيلها إلى مستويات متعددة لتصل إلى الأم والجاهل والمرأة المحرومة من حقوقها والأطفال المهملون والمرضى والشيوخ وكذا إلى آخره. محاماة هذا هو القنوات، تفتح هذه القنوات هذه بشكل قوي جدا. اليوم كتشوف قضايا تطرح أمام المحاكم وبالخصوص المحاكم الإدارية، قضايا جديدة بجدية. شكون اللي كيحورها وتياخذها في قالب مسطري؟ هم المحامون اللي مصدرها هي الحقوق، لم يكن الناس يعرفونها بسبب انتشار الأمية، بسبب كذا. ولكن المحامي يفتح يعطي هذه الأدوار تيعطيها وتنشط الحركة الحقوقية على المستوى القضائي وعلى المستوى المطلبي والاحتجاجي وفي علاقة ومستوى أمام الإدارات إلى آخره. فإذا هذه الحقوق كلها، القانون والمحاماة والحقوق والسياسة متكاملة ومتكاملة. إذا تقصد بالسياسة أنك تمارس السياسة من جانب سياسي تمثيلي كما هي منصوص عليها في الدستور، يعني عن طريق الأحزاب السياسية، كذلك هذا مجال، هذا حق من حقوق الإنسان، كذلك حقه في الانتماء واختيار الجهة. ولكن الشيء اللي كنقول أنا هو أنه لا يمكنك أن تختار بحال اللي كيدار في كثير من الأحيان أن تنزوي إلى خندق معين من أجل المصالح أو من أجل دوافع. خص يكون عندك مشروع مجتمعي تؤمن به، عقيدة مجتمعية تؤمن بها وتسعى إلى تنفيذه أو تحقيقه، ليس بالدرجة الأولى أن تكون بالدرجة يعني 100%، ولكن على الأقل جزء منه، لأن هناك تيارات وهناك حقوق في الاختلاف وهناك حقوق في سميتو. ولكن تدخل للسياسة لأنك عندك الفلوس ولا لأنك ولد فلان ولا فلان، لا، تدخل السياسة وأنت حامل مشروع تستطيع أن تقنع به الناس، تستطيع أن تفسر به الناس في قضايا المجتمع بصفة كاملة وبصفة مسميته. ويكون هناك صراع مشروع بين عدة مشاريع مجتمعية. هذا الحزب يحمل مشروعا مثلا اشتراكيا أو تقدميا، أو هذا المشروع ليبرالي يعني وسطي أو ليبرالي يميني أو كذا، وهذا مشروع محافظ تماما مغلق إلى آخره. هذه المشاريع كلها مشروعات تكون تبين، ولكن يكون فيها تنافس بشكل قوي. الآن مع الأسف أنه أصبحت السياسة عبارة عن حلقات واتفاقات مرحلية من أجل الوصول إلى هدف دون مسؤولية ودون محاسبة. وهذا هو اللي جعل الناس يكرهوا السياسة ويفقدوا الثقة بشكل كذا. لذلك علينا أن نرجع إلى مدرسة بناء منطلقات سياسية إيديولوجيا فكريا، معالم المشاريع المجتمعية تميز كل تيار عن الآخر حتى نخلق مجال للتفاهمات وللتحالفات وللاتفاقات المرحلية. وأن نكون المحاماة في هذا، المحامي في هذا المجال يساعد ويقوم، لأنه يتمسك بالمبدأ. إذا كان اشتراكيا غادي يبقى اشتراكي دائما، غادي يمكن نسميته. إذا كان الآن تنشوفوا العجائب والغرائب بشكل غير مقبول تماما من خلال الأشخاص، من خلال كذا، إلى درجة يستغرب الإنسان كيف واحد الإنسان كتعرفه كذا من المحامين وغير المحامين بشكل كذا. فمحتاجين إلى نوع من الجدية. المحاماة هي التزام بقضايا العدل والإنصاف. لما تكون كذلك فلا يمكن أن تكون غير ذلك حتى في الانتماءات السياسية أو التواجد في الأحزاب. الأحزاب السياسية مع الأسف لم تعد تؤدي وظيفة التعدد، لأنه التعدد وهذا هو التعدد المشاريع المجتمعية ماشي تعدد الأحزاب. الخروج عن قواعد وقيم ديال التعدد يجعلنا نجد أنفسنا أمام أحجام وأمام دكاكين وأمام كذا اللي كتفرغ العملية السياسية في التطور من مضمونها أو من محتواها، وتتعرض مصلحة البلاد ومصلحة تطور البلاد إلى مخاطر قد تكون صعبة وغير قابلة ولا يقبلها الناس.
فلذلك ترى أن هناك ترابط مباشر بين هذه الأشياء كلها، هذه الحقول كلها اللي ذكرنا عليها بشكل مباشر، باش أنه سميتو. وهذا لا يعني أن هناك احتكار أن مهنة المحاماة تحتكر أو لا. الحقل السياسي واسع، حقل هذا هو نظم الدستور، ولكن دور المحامي في هذا المجال، دوره هو اللي مهم، يؤثر ويطور ويساهم بقوة في إنجاح العمليات السياسية، بجانبه في التيار ديالو أشياء الناس آخرين، فلاحين، تجار، مقاولين إلى آخره، شباب، النساء إلى آخره، ولكن يكون حاضرا بقيامه، يكون حاضرا بمشروع، بجزء كبير من المشروع الذي يدافع عليه، الذي مصدره مهنته كمحامي وحقله الحقوقي وحقله إلى آخره. هذا هو دور المحاماة في التطور السياسي. هذا الشيء اللي قلت لك الآن، بحيث أنه كانت تجربة عميقة، وكانت تجربة لصقل يعني موهبة في كيفية التوفيق بين التكوين القانوني والانتماء إلى الحقل الحقوقي، وعلاقة المواطنين وموقع المواطنين داخل دائرتهم المحدودة، قد تكون جماعة صغيرة أو كبيرة، قد تكون إقليم، قد تكون جهة. فهذا الصقل هذا أنا وجدت فيه أن بناء دولة تعتمد لا مركزية كما هو مشروع الآن في المغرب، وما يتطلب ذلك من شجاعة وقوة وإرادة كبيرة. الإرادة ما زال ما برز بشكل كافي، ما زال ناقصة. أقول الإرادة السياسية، أقول بأنه صقل هذا له إيجابية كبيرة. أنا لست من الناس الذين يدعون إلى الإحباط أو يشعرون بالإحباط. أنا أعرف أن هناك مشاكل، ولكن كذلك أشتغل يوميا كرئيس جماعة في تدبير علاقة المواطنين بالجماعة، وتدبير علاقة المواطنين بالسلطة الترابية التي تراقب الجماعة وتفرض وصايتها عليه. ولكن يمكن نقول بأنه هذه السلطة الترابية كيفما كانت فهي مساهمة بشكل قوي في إنجاح هذا المشروع اللامركزي الذي منه المغرب، طبعا باحتياط كبير وبترقب كبير حتى لا يكون هناك انزلاقات. ولكن المنتخب خصوصا الرئيس له دور كبير في دفع عجلة التنمية اعتمادا على شخص المواطن، يعني الشخص الساكنة، من قدرته في تكوين أو في تحريك قناعة الانتماء المحلي، ودور ديالو في التنمية لدى المواطنين، في تحريك قيم التضامن بالمفهوم الإيجابي اللي فيه التعاون كذلك بين المواطنين داخل الجماعة، في تحريك قيم يعني الارتقاء بعمل الجماعة من أجل فتح المجال للمساهمة لكل من يريد أن يساهم في تحقيق السعادة أو في تحقيق الحياة اليومية تكون بسيطة ولكنها مريحة، في ممارسة حياته، في ضرورة إعادة نظر في نمط العيش، في ضرورة تطوير هذا نمط العيش بشكل آخر، في المساهمة في السوق، في تحقيق الثورة، في المساهمة مع الآخرين في التنظيم إلى آخره. كل هذه الأشياء، هذا طبعا بجانب ما يتطلبه هذا من فتح المجال للفئات الفاعلة داخل المجتمع والتي محتاجة إلى هذا النوع من التدبير، وهم الشباب بالدرجة الأولى والنساء كذلك بالدرجة الأولى، والمحتاجين
بالمحتاجين إلى مساعدة الجماعة. بمعنى آخر أن أنا تجربتي تنتحدث عليها بأنني أسعى إلى خلق وعي جديد لدى بمعنى الجماعة، بمفهوم الجماعة، ليس محلا للصراع ولا محلا لتصفية الحسابات ولا محلا لتلبية رغبة هذا الساكن للجماعة على حساب ساكن آخر. أبدا هادشي كله لا يؤدي للجماعة، بل العكس، تشغيل الجماعة ابتداء من قدراته البشرية الإنسانية، يعني تفجير الطاقات البشرية المحلية، عاد تقلب على فين غادي تفجر، شنو هي الموارد، الخصائص اللي كاين إلى آخره، على مستوى البنية التحتية، على مستوى الحاجيات في التربية، في التكوين، في الصحة، في الترفيه، في المجالات، في الحقل البيئي إلى آخره. بمعنى أنه هنا لقيت بالفعل مدرسة تتحداني. هي كل صباح أطرح أسئلة اللي ما كانش بإمكاني نطرحها البارح، وأتصور الأجوبة، وكل صباح أجد أجوبة جديدة تطور في الأجوبة البارحة، وأنت في هذه الدوامة لأنك حاضرا بعقلك وبروحك وبإيمانك، لم تكن حاضرا غير من أجل ترقب الفرص، وكان حاضرا بإنسانيتك بمكوناتك، وأنت عارف لماذا أنت هنا. فلذلك لست نادما، وإن كانت هناك تراجعات، وإن كانت هناك بعض إخفاقات فيما بعد، أو مشاريع لم تنتهي إلى حد الآن أتأسف عليها، ولكن رغم ذلك تبقى تجربة متكاملة قوية جدا، فمكنتني من المزيد من القناعة بأن المغرب محتاج إلى أبنائه كلهم كما بشرط أن تكون النوايا حسنة، وأن يكون هناك قناعة بأنه دولة تستحق أن تكون في مستوى أكثر مما هي عليه اليوم، وبأنها دولة تتوفر على إمكانيات هائلة جدا، فبشريا ومجاليا وإمكانيات يعني الموارد الطبيعية والاقتصادية. دولة لا بد أن نفهم لماذا هذه الدولة موجودة لمدة تزيد عن 14 قرن، وهي دائما موجودة وموحدة، ولم يستطع أي أن يضع يدها عليه بالشكل الذي تعرضت له، بالشكل الذي أنتجه المشروع الاستعماري، أو بالشكل الذي عرفته التقسيمات التي عرفتها إفريقيا وعرفتها الدول العربية. دولة دائما كانت ذات نظام منظم ملكي إمبراطوري، فيه تركيبات داخل المجتمع على مستوى القبائل، على مستوى الجهات. دولة جاورت الأندلس ودافعت عن الأندلس وساهمت في تكوين الأندلس. دولة جاورت أمم أخرى من الجنوب في الصحراء إلى آخره، وما زالت إلى الآن تقوم بأدوار رائعة في هذا المجال. فلما نكون على علم وقناعة بهذا، قد يكون بإمكاننا أن نهيئ لقفزة نوعية كبيرة على مستوى الرفع من المستوى، ليكون لنا موقعا أقوى مما هو عليه الآن في مركزنا القاري والدولي والوطني كذلك. فلذلك هذه التجربة خلاصتها أنها قوة قناعتي بقوة بلد المغرب، الذي لا يمكن أن نتصور أن نكون نريد نحامل الخير لهذا البلد، وفي نفس الوقت نحاول ضربه من الخلف أو من الداخل بشكل لا تحمد حسابته أو عواقبه. هذه هي خلاصة التجربة اللي شفتها أنا في العمل السياسي والبرلماني. قضية الصحراء المغربية هي قضية وطنية. المغاربة لا يجادل أي مغربي في كون الصحراء جزء لا يتجزأ من التراب الوطني وجزء من المغرب تاريخيا وثقافيا وحضاريا وواقعيا إلى الآن، وما زال هذا قائم حتى الآن. فلذلك
صراع مفتعل أريد به يعني أن يكون أداة من أدوات الصراع الصغير التافه الذي اختلقته دولة جارة انطلاقا من عقليتها ومركبها نحو المغرب، ماشي وليد اليوم ولكن منذ استقلال الجزائر إلى الآن مع الأسف. وهذا شيء لا يمكن الإنسان إلا أن يتأسف على هذا، وقد برز هذا بشكل قوي منذ أن فتح المغرب المجال للحديث عن حدوده وإعادة ترتيبه بشكل موضوعي ووفقا للوثائق والتاريخ ووفقا كذا على فرنسا التي تسببت في هذا كله بتقسيمها ماشي غير للمغرب، لإفريقيا والدول اللي كانت تستعمرها. ثم تأكد بشكل قوي بشكل يخرج عن إطار مجرد إلى شكل عداوة ألغى المقصود منها ويركع المغرب كدولة كنظام كمجتمع كاسمته. تبينات بالخصوص في 75 من بعد استرجاع الأقاليم الصحراوية ومن بعد المغرب أصبحت صحراء في يده. ثم يتأكد هذا بشكل واضح إلى يومنا هذا. لم تفوت الفرصة على الجزائر إلا وأن تحاول أن تشوش وأن تعرقل إيجاد حل. في الوقت المغرب تقدم تيمد يده من أجل الجلوس للحوار، إيجاد صيغة متفق عليها لجعل المغرب منطقة المغاربية منطقة قادرة على أن تكسب الرهان بشكل قوي ومؤهلة لذلك على المستوى الحضاري وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي في غرب إفريقيا. مع الأسف الجزائر ما زالت تائهة وما زالت مصرة على أن تجر المغرب إلى حالة عدم استقرار. إنما وحدة المغرب وتقوية الجبهة الداخلية هي التي يعني تحدت الجزائر وتحدت كل مناورات بحيث مسألة الصحراء لا جدال حولها ولا خلاف حولها على الإطلاق. تدوم ما تدوم ستبقى صحراء مغربية، خصوصا وأن المغرب لم يحصر هذا في الكلام وفي الشعار، بل عبر عنه بشكل واقع من خلال التنمية التي عرفتها هذه الأقاليم، وما زالت التنمية بشكل قوي مستمرة إلى الآن. فهو ضحى، المغرب ضحى بالدفاع عن وحدة ترابه، وليس بغريب أن يضحي الشعب المغربي من أجل إنماء قضية الصحراء وجعلها يعني مكانا ممكن أن يضاهي أماكن أخرى التي عرفت حضارة عصرية في قلب الرمال وفي الصحراء. فلذلك المغرب صابر شعبا وملكا ودولة ومجتمع، وهذا الصبر ليس بالمجان بل تقابله كذلك مكتسبات يومية كنشوفها اليوم. وبالتالي فإن الأمل في أن نصل إلى حل نهائي بشكل يرضي أو لا يرضي جارتنا قد يحصل في يوم من الأيام، وقد يكون قريبا إن شاء الله. بس أنا قلت يعني التسلح بالإيمان وبالأمل والطموح، لأن كل الظروف الموضوعية التي تجعل الشباب ينخرط في معركة بناء هذا الوطن وتنميته متوفرة، هم هذا اللي قلت قبيلا. فيبقى الظروف الذاتية، فهذه الظروف الذاتية ممكن على الدولة جزء كبير منها أن تساعد الشباب في انتقاله وعبور هذه المرحلة، لأنه صعوبة هذه المرحلة
التي مسؤوليتي عنها هي على الدولة وعلى المجتمع في نفس الوقت. وبالتالي فعلى الدولة أن تستثمر في التربية بالدرجة الأولى، وأن تكون المدرسة العمومية هي المرجع، لأنها هي مصدر الروح الوطنية، هي المقومات الأساسية لبناء المواطنة. وأن كذلك أن تعمل على تحقيق شروط الحياة، في مقدمتها شروط الصحة للجميع، وأن تكون المجهود المبذول للمدرسة للتثقيف وللتعليم ولتعلم ما يواجهه أو يقابله من إمكانية تشغيل. ما يمكنش تستار الدولة على إنفاق نفقات كبيرة وتخرج أفواج من الجامعات وتخليهم يعبروا ويمشيوا يقلبوا فين يشتغلوا خارج المغرب، وتكون عاجزة على توفير مناصب الشغل، والمغرب محتاجة إلى هذا. ولذلك هذه إشكالية خصها تلقى في واحد الحل سريع في إطار البرنامج التنموياتي المطروحة، وأن تكون هناك شجاعة كذلك لإشراك الشباب في إعطاء رأيهم والاستماع إلى رأيهم في هذه البرامج التنموية، اللي هما اللي غايبينوا شنو العوائق، شنو هو المشاكل اللي كتعترض طريقتهم في الإدماج، صعوبات الاندماج في سوق الشغل، إدماج في التنمية بصفة عامة. وأن تكون كذلك الدولة تبرهن، اللي كنقول هنا الدولة بجميع مكوناتها تبرهن على حسن نية، على إرادة سياسية حقيقية، لأنه بإمكانها هذا، بإظهار جوانب التضحية والتضامن الحقيقي. وحنا شفنا واحد الجانب من الجوانب ديالها، خصوصا في التجربة ديال الكوفيد، ديال هذه الجائحة اللي دازت، نشكر الله عليها، أفادت بأن هناك إمكانيات هائلة كبيرة جدا لخلق أجواء وظروف الاندماج من مبادرة وقوة الدولة اللي يمكن أنها تساهم. أما أن تترك الأغنياء يغتانون وأن تترك الفقراء يفقرون، فهذه المقاربة وهذا سميتو هي التي تجعل الشباب يبتعدون عن أدوارهم الحقيقية في البلاد. الإشكالية هذه يجب أن تتصدى لها كل القوى الوطنية وكل أجهزة الدولة من أجل إيجاد توازن واضح، توازن قوي بين المجهود المبذول في الإصلاحات التي تنجز، وأن يكون الإنسان المغربي أو المواطن المغربي يستشعر بحصته أو قدرته في هذا الإصلاح، أو في ثمار هذا الإصلاح أن يستشعر بها، ولكن أن يفوز بها البعض على حساب البعض الآخر، هذا التناقض هو اللي ما كيقبلوش المغاربة.